تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية اليوم من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر موالين لتنظيم داعش الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أنه جرى توقيف المشتبه فيهم من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بكل من الدار البيضاء وطنجة وتطوان ومرتيل والجماعة القروية أوناغا بإقليم الصويرة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل مشاريعهم الإرهابية انطلاقا من الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح هذه المديرية. المصدر ذاته أضاف أنه في هذا الإطار أظهرت المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيهم الذين بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش أبدوا عزمهم تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية، بالموازاة مع انخراطهم في حملات تحريضية على العنف.